ما غتخيلوش هاد البانديه اللي قدامكم اشنو دارت، بحيث قتلت الزوج ديالها بدون شفقه ولا رحمه قدام الاعين ديال وليداتو. ومن بعد 3 ايام من الجنازه دار ديال عائله الزوج ديالها، وفي اثناء الوجود ديالهم دخلت العشيق ديالها من الشرجم بلا حشمه بلا حياه. واللي غادي يجيكم غريب وفعلا مستحيل، من بعد ما دارت هاد الجريمه ديالها خدات العفو الملكي وخرجت من السجن كتمتع بالطول وبالعرض. عارفه هاد القضيه كتحبس العقل، ولكن التفاصيل ديالها فعلا جد صادمه، وغتاخدوا منها انت ولا انت عبره لمن لا يعتبر. اذا اشنو وقع في هاد القضيه اللي كتخلع؟ بدات القضيه مع واحد العائله اللي فيها هاد الزوجين اللي قدامكم، وكانوا عندهم 2 ديال الوليدات. كانوا عايشين في واحد المنزل اللي كان ديال العائله، ولكن قبل من الممات ديال الزوج بدا كيطرا على الزوجه بعض التغيرات، ولا كيشك بان الزوجه ديالو ربما تحت من راسها شي حاجه. واحد النهار من ايام الله غادي تكتب السطر الاخير ديال هاد الزوج المسكين على يد هاد البانديه، بحيث ان العائله خرجت تفوه وتمشي للسندباد ويلعبوا الدراري الصغار. وهنايا تلقاو ليهم 3 ديال البانديه وقتلوا الزوج امام الاعين الاطفال وامام الزوجه الخائنه، بحيث انهم ما شكوش نهائيا في الزوجه. ومن بعد واحد شويه ديال الوقت، بحيث الزوجه الخسيسه كانت كتدخل العشيق ديالها من الشرجم، الام بدات كتسمع الصوت ديال الرجال في الدار ولدها اللي ميت. فعلا راقباتها وجابت ليها البوليس ولقاتها متلبسه مع العشيق ديالها فوق الفراش ديال ولدها. فعلا جابوهم، وهنا كانت الاعترافات الجد صادمه، بحيث صاحبها قال لك بلي انه كان صاحب معاها مده ديال 6 شهور. ومن راجلها بدا كيشك فيها، اتفقت مع العاشق ديالها باش انهم يصفيوها ليه، ودارت الخطه المحكمه. هذاك الباندي اللي كان معاها كرا 2 ديال الناس وعطاهم 1000 درهم 1000 درهم باش يزهقوا الروح ديال داك الزوج المسكين. تمت الاعترافات من دوك المجرمين وتحكم على الزوجه بالاعدام هي والعاشق ديالها. مع مرور الوقت هاد الزوجه ولات كتنخرط في الاعمال ديال السجن، ولات السيده كتقري الناس وزعما بدات كتصلح من راسها. ومن بعد 21 سنه في سنه 2016 تم العفو على هاد البانديه وخرجات كتمتع بالحريه، على ما يقال بان هاد القاتله ندمات على داكشي اللي دارت. والعبره من هاد الشيء هو ان الانسان لا بد ما يتحكم في المشاعر ديالو، بحيث ان المشاعر ديالنا تقدر تخرج علينا وتخلينا نرتكبوا شي حاجه اللي غادي ندموا عليها في المستقبل. والسؤال لكم نتوما، واش مع ولا ضد العفو الملكي؟ واش فعلا الانسان يقدر يتبدل وتحيد منه ديك النفس الخبيثه ديالو اللي كتجعلو انه يتجرد من المشاعر الانسانيه وارتكب جريمه بحال القتل؟ جاوبوني في لي كومونتير، وما تنساوش ديروا فولو وديروا الجيم.